أين من صدعوا رؤوسنا قائلين إن الأمويين هم بناة الأندلس؟ يقول البشاري المقدسي المتوفي حوالي سنة 990 و900 للهجرة في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم الصفحة 158 عن بناء الجامع الأموي في دمشق. ويقال أن الوليد جمع لبنائه حذاق فارس والهند والمغرب والروم. ابن خلدون يقول في كتابه العبر الجزء الأول الصفحة 218 وهو يؤكد جزءا من كلام المقدسي الذي سبقه ب4 قرون إن الحضارة الأموية والعباسية فارسية الأصل. حضارة الأندلس لم يربطها ابن خلدون بالمشرق، ولم يقل إن الحضارة انتقلت إليها من بلاد أخرى. حضارة الأندلس تكونت محليا بفعل تمازج الثقافة القوطية والثقافة المغربية على بساطتهما في الأول، ولكن مع الترف الذي أصبحت تعيش فيه الأندلس والأموال التي أصبحت تجنى أبدع الصانع والحرفي المغربي. أقول المغربي لأن المغاربة هم السباقون، وهم من وضعوا اللبنة الأولى وأعطانا حضارة جديدة متميزة. اللبنات الأولى للحضارة الأندلسية وضعها المغاربة واستفادوا منها بعد تطورها منذ عهد الموحدين. من كان له الفضل في وضع أسس قصور قرطبة في بداية العهد الأموي أليس ابن رزين البرنسي المغربي من فك علم الموسيقى وعلم العروض للفراهيدي ونظم أولى أشعار الأندلس ونبغ في الفيزياء والكيمياء والميكانيك ووضع الأسس لها في بلاد الأندلس؟ أليس عباس بن فرناس التاكرني النفزي من كان من أوائل الموسيقيين في بلاط عبد الرحمن الداخل؟ أليس الناكوري الزامر النفزي من أول من أدخل مذهب الإمام مالك إلى الأندلس؟ أليس يحيى بن وسلاس الليثي المصمودي